تعمل ايه لو الامتحان بكرة وانت ما فتحتش المادة، وازاي نذاكر مادة كاملة في يوم واحد وبس. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. يلا بينا نشوف لمينا المادة ليلة الامتحان ازاي في يوم واحد. مبدئيا كده احنا لازم نقوم من الفجر في اليوم ده علشان يكون اليوم ده كافي معانا ونضمن المادة. هنقوم من الفجر نصلي ونبدأ يومنا بالأذكار والقرآن، وهنبدأ ان احنا نمسك الكتاب اللي بنذاكر منه طول السنة ونشوف عندنا كام فصل، والفصول اللي احنا راجعناها مرة واتنين وتلاتة وحافظينها. ولو انت لسه ما راجعتش او ما ذاكرتش خالص برضه هتعمل نفس الخطوات دي. نجيب ورقة وقلم ونكتب فيها اسماء الفصول اللي احنا محتاجين نذاكرها والفصول اللي احنا ذاكرناها ومحتاج ان احنا نراجعها. تمام، دي اول حاجة هنعملها. يعني انا مثلا كان عندي 7 فصول في علم النفس، والكتاب ده انا ما فتحتوش حرفيا من اول السنة، لان الكتاب كله اصلا دش، والدكتور اصلا كان ملخص لنا المحاضرات في الPDF وكده، فكنا بنذاكر من الPDF. فانا كان عندي 7 فصول، ذاكرت 3 ساعة امتحان الميد وفاضل 4 فصول. فانا النهارده المفروض ان انا اخلص ال4 فصول دول في يوم واحد، وكمان اراجع على ال3 فصول اللي انا راجعت عليهم قبل كده علشان اضمن الامتحان. نظبط يومنا كويس. نص اليوم الاول لازم نخلص فيه المنهج كله. دي عايزة اراده منك. تمام، فانت عملت زي ما انا ما عملت. حدد اليوم 4 جلسات بعد الفجر، خد القديم وراجع عليه. انا عملت كده، رجعت على ال3 فصول اللي انا كنت بذاكرهم قبل كده، وبدأت ان انا امسك الجديد. مسكت ايه؟ مسكت الفصل الرابع، استمعت له شرح، كان الشرح بتاعه ساعة ونص. وبعدين مسكت الكشكول وبدأت ان انا الخص فيه كل اللي ورا الPDF اللي الدكتور كتبه، وكان فيه شوية معلومات برضو كتبتهم ورا اللي انا الدكتور اللي انا سمعت له شرح. تمام، انت كده هتلاقي شرح ملخص لكل فصل انت محتاجه، هتبدأ انك انت تسمعه، وهتبدأ انك انت برضو تراجع من الPDF اللي بيشرح منه الدكتور او المذكرة اللي بيشرح منها المستر. لو انت مش بتروح دروس الايام دي وتراجع في البيت ومش معاك كمان مراجعة تراجع منها، ممكن تبحث على جوجل وتلاقي المراجعة اللي انت عايزها. هتلاقي مدرسين كتير منزلين مذكرات وهتطبع اي مذكرة منهم. لو انت بتحب تكتب هتجيب كشكول عادي وتبدأ انك انت تلخص ورا الدكتور او المدرس اللي بيشرح لك، وعامل لك ملخص جميل جدا على الفصل، وهتبدأ انك انت تلخص وراه. وبعد ما تلخص انك انت لازم تبدأ تقرأ الملخص اللي انت لخصته بايدك او المذكرة اللي انت بتذاكر منها، هتقرأها مرة واثنين وثلاثة. معاك وانت بتراجع ابدأ احفظها. نيجي للي بعدين، هنجيب على كل فصل احنا ذاكرناه مجموعة اسئلة، سواء كان يوتيوب او المذكرة اللي المستر بيحل منها. تمام، ونبدأ ان احنا نحل الاسئلة دي. لو انت حلل مع المستر قبل كده راجع على الاسئلة برضه. لو ما حلتش قبل كده واول مرة تفتح المادة، فابدأ انك انت افتح اليوتيوب وحل الاسئلة مع المستر، ووقف الفيديو وحل كل سؤال المستر بيحل من نفس اللي عملناه في الفصول اللي بقينا. نيجي بقى لطريقة المذاكرة. مبدئيا كده احنا لازم نقفل التليفون في اليوم ده، او ننزل تطبيق بيمنع اتصال الانترنت لبعض التطبيقات. تمام، انا بنزل التطبيق ده، ولما اكون عايزه اذاكر بقفل التطبيقات اللي هي اللي بتشغلني عن مذاكرتي. تمام، وهنسيب اليوتيوب بس هو اللي شغال، ونبدأ ان احنا نسمع الشرح من عليه. لو انت بقى بتذاكر من على حاجة تانية افصل تليفونك خالص وشيله بعيد. تمام، انا بفضل طريقتي في المذاكرة تكون ساعة وربع ساعة استراحة، فهنمشي يومنا كله على الطريقة دي. تمام، هنيجي بقى من بعد المغرب، كان عندي امتحان تجريبي للدكتور، حليته وبدأت ان انا اعلم على غلطاتي اللي انا غلطت فيها في الامتحان، وبدأت ان انا احفظها. وكمان رجعت على امتحان الميد والاسئلة ومجموعة الاسئلة اللي الدكتور عملها لنا. زي ما عملت في امتحان الميد الحمد لله الامتحان كان كويس جدا وما خرجش بره الاسئلة دي. فالطريقة دي انك تحفظ الاسئلة بالاجابة بتاعتها لما يكون مش معاك وقت. لو انت طالب في الاعدادية هتنفع معاك الطريقة دي جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد.